لك الحل لو مش متوفر عندك بصامة المعمول تقدري تعمليه بالشوكة، سهلة وبسيطة خالص وهيديكي الأشكال الجميلة اللي انتوا شايفينها. تقدري تحشيه بالعجوة أو بالملبن، الاتنين بيبقوا أحلى من بعض، وهقول لكم برضو خطوتين كده تعملوهم للحشوة. أتمنى من المتابعين الحلوين اللايك والشير علشان يوصلكم مني كل جديد، ولو أول مرة بتشوفوني أنا فاتن الجندي يسعدني المتابعة والاشتراك في القناة. وتعالوا بقى نبدأ مع بعض أسهل طريقة معمول تقدري تعمليها. أنا معايا كيلو دقيق منخول، هنزل عليه بمعلقتين كبار من السكر، هستخدم ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقة من المحلب أو بهارات الكحك. للكيلو مش هنستخدم أكتر من معلقة علشان ما يغمقش معاكي لون المعمول. هنستخدم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، هنخلط المكونات الجافة مع بعضها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هقولك مقدار سمنة يكون مظبوط جدا علشان ما تبقاش ناعمة معاكي زيادة عن اللزوم، وخصوصا في الصيف ما بنفضلش الحاجات الناعمة أوي في الصيف. ولو هتفطري بيها الصبح كده مع كوباية حليب أو مع كوباية قهوة تبقى كويسة جدا. هستخدم معلقتين من النشا بيديكي نعومة وفي نفس الوقت بيديكي قرمشة. في الخطوة دي هستخدم معلقة صغيرة من اللبن البودر، وهنا اللبن البودر اختياري لأن أنا هعجنها بمية. في المرحلة دي بقى هبدأ أنزل بالسمنة. الكوباية اللي أنا استخدمتها مقدارها 200 مللي، استخدمت كوبايتين وربع ما يعادل 450 جرام من السمنة، يعني أقل من النص كيلو ب50 جرام علشان ما تبقاش ناعمة معايا أوي. تقدري تستخدمي كوبايتين ونص ما يعادل نص كيلو من السمنة. بعد ما بستها وحبيبات الدقيق كلها اتغلفت هنزل بمعلقة خميرة. وبعد كده بقى المية هستخدم ما يعادل كوباية ونص من المية. أول كوباية نزلت بيها والنص الباقي خليته جنب مني حسب نوع الدقيق، ما تكونش طرية قوي ولا هي ناشفة وبتشقق معايا. مش بنعجنها، بندمجها بصوابعنا، لأن كل ما هتعجنيها هتحتاج منك مية وهتنشطي البروتين فيها وهتبقى ناشفة قوي معاكي زي الكحك كده. مش بنعجنه، بتدمجيه بصوابعك كده وبتشربيه المية. هنا بقى الحشوة العجوة، أول خطوة معايا تقدري تحطي لها حاجة بسيطة من القرفة ومعلقة سمنة بلدي بتنقلها في حتة تانية خالص. ده كده بالنسبة للعجوة. بالنسبة للملبن بتحطي برضو معلقة سمنة بلدي أو أي سمنة نباتي عادي وتحطي لها روح الموز للملبن، بتخليها ريحتها وطعمها تحفة. بتبدأ نكور حجم العجوة أو الملبن قبل ما تشكلي يبقى جاهز ويسهل معاكي الموضوع بسرعة. أنا هنا حجم العجينة تقريبا كان 25 جرام وحجم الحشوة كان 10 جرام. الحشوة ما ينفعش تكون أكتر من كده علشان لما تدخل النار ما تخرجش من المعمول. هنا بأي شوكة طبعا مش بتضغطيها بإيديكي، انتي بتكوريها كده وتخلي التقفيلة لتحت وتبدأي بالشوكة تضغطي. صينية ألمونيوم مش مدهونة أي مادة دهنية، هي مش هتلزق فيها ولا أي حاجة. وبندخلها فرن مسبق التسخين درجة حرارة 180 الرف الأوسط. هتاخد معاكي بالظبط ربع ساعة، وبعد ما تاخد لون من تحت مع سخونية الفرن لو ما أخدتش لون من فوق هتولعي لها الشواية مع المتابعة وتحريك الصينية علشان ما تاخدش لون بسرعة وتتحروق معاكي. بتبدأي تجيبي العجينة علشان الحشوة تبقى متوزعة فيها كلها، بتفرديها، تبدأي تحطي فيها الملبن أو العجوة، وبعد كده بتقفلي وتكوريها زي الكورة كده، بتبقى حجم البيضة البلدي. وتبدأي التقفيلة تخليها لتحت وبالشوكة وتضغطي بيها ضغطة بسيطة، بيبقى كده شكلها حلو قوي. وبيبقى الحجم المعمول طبعا بيبقى صغير مش كبير، أو بمعلقة وتقدري برضو تعملي فيها كده بالمعلقة تخطيطات كده. هنسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية علشان لما هتدخل الفرن حجمها يزيد شوية فما يلزقوش في بعض، فتقدر المعمول تاخد لون موحد من جميع الاتجاهات بتاعتها. شايفين المسافات اللي انتوا شايفينها هنا. والألمونيوم بيوزع الحرارة بالتساوي، فيفضل ان انت تسويهم في صواني ألمونيوم زي ما اتفقنا. فرنك تكوني مولعاه من قبلها. هنا بقى لو عندك الاشكال بتاعت المعمول وحابه تستخدميها براحتك مفيش اي مشاكل، بس صدقوني الشوكه عمليه وسريعه ومنجزه معاكي، مش بتاخد وقت طويل ولا حاجه. طبعا مش بنزود تسويه زياده عن اللزوم علشان الحشوه اللي جوه ما تنشفش، سواء الملبن او العجوه ما تنشفش معاكي. فربع ساعه كانت مناسبه وكويسه جدا. وابداي خرجيهم كده وسيبيهم يبردوا الاول على الصينيه، واما يبردوا حطيهم في علبه محكمه الغلق
وبألف هنا على قلوب الحلوين. اتمنى ان انتوا تجربوهم وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات وقولوا لي المعمول يستحق منكم اللايك والشير ولا لا. بألف هنا على قلوبكم جميعا، وان شاء الله انا متأكدة ان الطريقة دي هتعجبكم وهتعتمدوها، سهلة وبسيطة. واشوفكم على خير، مع الف سلامة يا احلى متابعة.